مقصود به العائد مالتهم كل شهر. هذا للنبي لو مو للنبي؟ للنبي. صودرت أيضا من باب صدقات النبي. هذا شنو؟ هذا الثالث. الرابع حصون خيبر. تدرون خيبر بها كم حصن؟ بها 3. اللي انقلع باب الحصن الأول، وهو من الذي قلعه؟ مولانا سيد الموحدين أمير المؤمنين أسد الله الغالب غالب كل غالب، ذاك مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرأت في بعض الروايات يقولون أنه هذا مدجج بالحجارة، والحجارة 2 طولها وعرضها ما يقارب 1 الروايات تقول أن أمير المؤمنين مو فتح الباب قلع الباب. دقق، قلع شايف؟ مدية المعاجم صفر. أحسنت. قلع الباب روحي في داخل. هذول باب. هذا ابن أبي الحديد المعتزلي شو يقول؟ يقول له يا قالع، يمدح أمير المؤمنين، يقول له يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وأربع علي بن أبي طالب في يده اليسرى قلع صلوات الله وسلامه عليه. روحي في ذاك يا أبو الحسن. زين دول اليهود ما شايفين. زين تو مقتول أو بعد قلع الباب انقتل منه خيبر العفو انقتل مرحب. زين الحصون البقية، الحصون عبارة عن شلون مناطق. زين وكل منطقة بها شنو؟ حصن وسور وكذا. ذولي لما وصلهم خبر أن أمير المؤمنين صنع كذا وكذا استسلموا وأعطوا الجزية وإلى آخره. طبعا تدرون نحن المسلمين عندنا الخمس والزكاة. وليش؟ هذا يسمونه تكافل اجتماعي بالنسبة للمسلم. أما بالنسبة لليهودي والنصراني يقول له بما أنك تاكل وتشرب وبضاعة تبيع علينا وتأخذ بضاعة ونعطيك بضاعة، فأنت الخمس والزكاة شبيه؟ مو من دينك هذا. جيد؟ فأنت عليك أن تدفع شنو؟ الجزية. أما كان خمس وزكاة جزية. زين مقصود. هذا الأمر الرابع. وأما الأمر الخامس اللي ذكرناه شنو؟ فدك التي صودرت وأخذت. هنا سؤال من مولانا الرضا عليه السلام. دقق شوي معي. هسه مضمون الرواية مطالعة قديمة. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول عجبا، مضمون الرواية عجبا أنهم جعلوا تركة رسول الله من الميراث جعلوها صدقات، وقد كان للنبي 2 حلوب و3 بغال فلم يجعلوها من الصدقات. عرفت شنو يقصد النبي؟ الرضا يقول شاذولي شو ما سلطت الأضواء عليهم. هم النبي عنده نوق وعنده بغال وعنده بعض الأمور بيته. ها؟ ما إذن بالنسبة للقش مو؟ هاي الإمام الرضا راح يفتح لك فد باب أيها المحب أيها الموالي، يفتح لك باب لنقاش القوم. وهو سؤال: هل بيوتات النبي من صدقات رسول الله أم من ميراث رسول الله؟ إذا قلنا من صدقات رسول الله إذن أصبحت ملك عام لو ملك خاص؟ ملك عام. فعليه كل المسلمين بإمكانهم أن يبيتون في بيوتات النبي وماك واحد يفك حقه، لأنه ملك شنو؟ عام، لأنها من الصدقات. وهذا اللي اعتبروه بتركة رسول الله. وإذا اعتبروه من الميراث، خب فاطمة طالبتكم بشنو؟ بالميراث. خب انطوها إرثها وذكون أيضا تعتبر من الميراث لأنه نصاب واحد. ثالثا، قبل لا أتعدى خطوة صدقات رسول الله، إذا كانت من الصدقات وقلنا ملك شنو؟ عام، فهل يحق لأحد غير الخليفة أن يتصرف بهذا؟ أنه يدخل بكيفه يطلع بكيفه؟ أكو حد شيء؟ لو إلا المسؤول وهو الخليفة وهو أبو بكر. شوي سامحوني، خلنا نتماشى شوي. أريد أوصل لك الفكرة أنا. يا أبا بكر أنت مو مسؤول؟ إيه مسؤول. عن من؟ عن صدقات رسول الله. زين. إذا كنت مسؤولا عن صدقات رسول الله في حياتك، لو حتى الخليفة من بعدك كم يكون شنو؟ مسؤول. واللي بعدك كم يكون شنو؟ مسؤول. سؤال:
بأي حق دفنت أنت وصاحبك لعنة الله عليكما. إذا كان ملك عام فكيف هذا أصبح ملك شنو؟ خاص، لأن عائشة أذنت لو ما أذنت، ولا هي إذا ما أذنت هذا أصبح شنو؟ ملك عام. بس هي إذا أذنت يعني الإذن متوقف عليها، إذا أصبح ملك شنو؟ خاص. أحسنت، يعني ميراث. لذلك هو الفضال الكوفي ناقش بها الموضوع في رواية طويلة يروح محلها. إذا كان هذا مو من الميراث فكيف أنها شنو؟ إذا كان من الصدقات فكيف أذنت إلا يأخذون إذن أنها يدفن الأول والثاني في بيتها. هاي النقطة الثالثة، وهاي مهمة وخليها في بالك أيضا. لما جاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وهاي وصية الإمام الحسن لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، قال له دفني بجنب جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لم تأذن المرأة. شوف هاي إذا ما أذنت المرأة، هذا ملك خاص لو عام.